القصة ديال اليوم غادي ترجع بينا لسنة 2014 وبالضبط في دولة الكويت. كانت هي من أشهر القضايا اللي دازت في تاريخ الكويت، وصلت لدرجة أنها خلقت أزمة دبلوماسية بين الدول. هاد القضية وقعت سنة 2014، ولكن البوليس ما غادي يكتشفوا هاد الجريمة حتى تدوز عليها أكثر من عام. لكن الجثة غادي يلقاوها باقا كيف ما تقتلات النهار الأول. فما نطولش عليكم الفيديو كتر، خلينا نبداو في القصة مباشرة. شادين طريق نشدو قصة. أول حاجة نعرفو شكون هو البطل ديال القصة ديال اليوم. نادر عساف هو واحد شاب لبناني تولد في جنوب لبنان. كان هو الابن الوحيد اللي عند والديه، يعني كانوا مفشينو لواحد الدرجة ما تصورش، واي حاجة بغاها تحضر في البلاصة. والديه كانوا كيديروا مجهودهم كامل باش يشوفوا ولدهم ناجح في حياته، لكن ما كانوش عارفين باللي هادشي اللي كيديروا راه كيفسد التربية ديال ولدهم نادر، وهادشي اللي كنشوفوه في معظم الأسر المغربية. والقضية ديال اليوم غادي تكون رسالة لأي أم وأب باش يربيو ولادهم تربية حسنة. نادر كان عايش بوحدو مع والديه في الدار، وهادشي اللي خلاه يدوز معظم الوقت ديالو مع العمة ديالو. عمته كانت ساكنة في نفس الحي اللي ساكنين فيه والديه، والسبب هو أن عمته كان عندها ولادها اللي كيتونس معاهم. عمته وولد عمته كان كيعتبرهم نادر هما أقرب الناس ليه. نادر بدا كيكبر شوية بشوية، وبداو كيتحلوا عينيه، وبدا يفكر يبني حياته المادية. وأكثر مجال كان كيبغيه هو التجارة، وتحديدا تخصص المبيعات، وكان كيميل بزاف لبيع الأحذية والملابس في ماركات عالمية، لدرجة أنه كان كيقدر يقنع أي واحد ياخد من عنده. لكن المشكل اللي كان عند نادر هو أن والديه كانوا كيهتموا بالمسار التعليمي ديالو أكثر من المسار التربوي، يعني ما عرفوش كيفاش يديروا يربيو ولدهم مزيان. كان ديما مدابز مع والديه وديما خارج من الدار، حيث هما كانوا باغينو يقرا، ولكن هو كان باغي التجارة. لكن نادر ديما كان كيفسر هذا الخوف بأن والديه ما باغينوش الخير، وما باغينوش ينجح في حياته، وما باغينوش يكون فرحان. لكن خدا قرار بينه وبين راسو أنه ما يبقاش يسمع لوالديه، وكمل في مجال ديال المبيعات، وكيف ما قلنا في الماركات العالمية. مع الوقت خدا خبرة كبيرة في هذا المجال، وفي نفس الوقت سافر لبزاف ديال الدول. كيف سبق وقلنا أن نادر عنده واحد القدرة ديال الإقناع، لكن ما غاديش يستغلها غير في مجال المبيعات، بل غادي يستغلها في حاجات خايبين غادي نعرفوهم من بعد. المهم سنة 2008 غادي تجيه واحد الفرصة اللي زوينة في واحد الخدمة اللي في دولة الكويت بصالير مفرقع، في واحد المحل من أشهر المحلات ديال الماركات العالمية، وبالضبط في التخصص ديال نادر اللي هو الأحذية والملابس. نادر ما كانش كيآمن بالجانب الديني بشكل نهائي، وكان كيآمن باللي هذا النجاح اللي وصل ليه هو بسبب الذكاء ديالو فقط، وما كانش كيختار واش هذه حلال ولا حرام، المهم الفلوس تكون داخله وصافي. بالصدفة غادي يتلاقى مع واحد البنت سميتها منى هي من أصول سورية ولكن مقيمة بالكويت حيث كان عندها مشاكل في سوريا. هاد منى كانت صغار من نادر ب3 سنين، وكانت عندها نفس الصفات اللي عند نادر بالضبط، حتى هي كانت شوية بسيكو في عقلها، وما عندها حتى شي علاقة لا بالدين ولا بالتربية، وبجوج ما كانش فيهم حس الإنسانية. منى كان سابق ليها تزوجات وطلقات قبل ما تتعرف على نادر، حيث كان مستحيل واحد يبقى مع وحده بالصفات اللي عند منى الا واحد اللي عنده نفس الصفات ديالها واللي هو نادر. وراكم عارفين ديك الحاجه اللي كتقلب على اختها في البحر 40 عام بلا ما نقولها. في الاول كانت بيناتهم صداقه عاديه، ولكن هاد الصداقه غادي تبدا تطور شويه بشويه وغادي تتحول للحب، ومن بعد غادي ترجع للسيطره من منى على نادر. نادر واخا كان معروف بشخصيته القويه وقراراته ديما ما كيطيحوش للارض، ولكن قدام منى كان ديما ضعيف. منى كانت من ديما هي اللي كتقرر وكتخطط لأي حاجة غادي يديروها بجوج، ولكن هو اللي كان كينفذ. دازت تقريبا عام على العلاقة ديالهم، وفي الأخير قرروا أنهم يتزوجوا. ناض نادر واتصل بوالديه وقال لهم بلي لقيت الفتاة ديال الأحلام ديالي، وقريبا غادي نهبطوا للبنان باش نتزوجوا. وحتى هي دارت نفس الشيء مع والديها في سوريا، اتصلت بهم وهضرات لهم على علاقتها بنادر. وصلت لوقيته ومشاو للبنان، لكن كيتفاجئوا بأن والديه رافضين هاد الزواج. والسبب الأول هو أنهم ما كانوش مرتاحين لمنى، والسبب الثاني هو أنهم ما كانوش باغين ولدهم يتزوج بوحدة فايتة مزوجة ومطلقة. نادر كان ممكن يجلس مع والديه ويشرح لهم لعل وعسى يقتنعوا بالقرار ديالو، ولكن ما فكرش يناقش مع والديه ومشى دار العرس وخا حتى واحد في والديه ما حضر. ولكن دائما مسخوط الوالدين ما عمرها ما تخرج ليه طريفة.
دوزو سيمانه مور العرس ورجعوا تاني للكويت حيت اصلا كانوا تما ساكنين. الدخل ديال نادر او الارباح اللي كان كيربح نادر ولات كبيره، والحاله الاجتماعيه والماديه ديالو ولات مزيانه. داكشي علاش غادي يكري واحد الشقه في واحد البلاصه راقيه مباشره على البحر، واخا بثمن غالي. هادشي ما كانش كيفرق مع نادر حيت كان كيربح بزاف. داز الوقت وبقاو يفكروا انهم يزيدوا في الثروه ديالهم كتر وكتر، لكن هادشي ماشي بالتجاره ولا المبيعات. بقاو كيفكروا انهم ينصبوا على الناس، بقاو كيعطيو شيكات بدون رصيد. الحكومه في الكويت غاديه تشد عليهم بزاف ديال الشكايات من بزاف ديال الناس اللي تنصب عليهم، وهذا الشيء طبعا هو اللي غادي يجيب نهايتهم في الاخير. منى حملات باول مولود ليها، وهذا الشيء اللي خلاها تفكر انها تجيب شي خدامه تقابل لها ولدها وتعاونها في شغل ديال الدار. بقاو كيقلبوا حتى لقاو واحد البنت سميتها جوانا. هاد البنت كان عمرها هو 25 سنه، كانت ظريفه بزاف وما كتقولش لا، ولكن ما كانش عارفه باللي داخله لواحد الدار اللي ساكنينها شياطين وماشي انس. جوانا كانت من واحد العائله اللي بسيطه في الفلبين، وكانوا الناس ما فحالتهمش، وحتى خواتاتها كانوا في دول عربيه اخرى كيشتغلوا خادمات البيوت. حنا ما عمرنا كنا ضد ان البنات يشتغلوا خادمات البيوت، ولكن حنا ديما ضد الفكره ديال الاستغلال هاد الخادمات، طبعا بطريقه خايبه. الكفيل ديال جوانا في الكويت كان هو نادر. داكشي علاش جوانا انتقلات باش تعيش معهم في البيت ديالهم اللي كان كبير. منى ما بقاتش فارضه السيطره ديالها على رجلها فقط، بل سيطرت حتى على جوانا. كانت ديما كتعاملها واحد المعامله اللي خايبه، كتضربها وتعذبها بجميع الطرق. واخا كانت لاباس عليها ولكن كانت بخيله بزاف. جوانا كانت ظريفه لواحد الدرجه اللي ما تصورش، وكانت كتخاف تقول هادشي لوالديها ولعائلتها، وكانت ديما خايفه انها الا خرجت من عندهم ما تلقاش خدمه في بلاصه اخرى، خصوصا انها كانت المعيله الوحيده للعائله ديالها اللي كانت عايشه في الفلبين، وكيف سبق وقلنا العائله ديالها كانت فقيره. منى كانت لقات باللي هذه هي النقطه الضعف ديال جوانا، داكشي علاش كانت ديما كتهددها بها. نادر ما بقاش كيخلص الكرا ديال الشقه في الوقت، ولكن مول الشقه كان ديما كيميك عليه حيت كان عارف الظروف ديال نادر ما بقاتش كيف الاول. سنه 2012 الام ديال نادر بغات ترجع العلاقه كيف الاول مع ولدها. نادر ملي سمع هذا الخبر فرح بزاف، وقرر انه يصيفط الدعوه للام ديالو باش تجي عنده الكويت باش تجلس معه واحد 2 ديال السيمانات. الام ديالو فاش سافرت الكويت عند ولدها ما دازت حتى يومين وبداو المدابزات بينها وبين منى. هنا منى ناضت وهزات الحوايج ديال الام نادر ورماتهم في الزنقه. نادر غير كيشوف وما دار حتى شي رده فعل، وكيف ما قلنا في الاول نادر كان كيخاف من منى بزاف. هز الام ديالو داك الساعه ومشى قطع ليها البيه ديال الطياره باش يصيفطها للبنان. الام ديالو طلبات منه باش يشرح ليها هادشي اللي واقع، ولكن نادر ما كان كيقدر يدير والو قدام منى حيت كان كيبغيها بزاف وما يقدرش يعيش بلا بها. داكشي علاش قلنا في الاول ديال القصه ان التربيه والدين ما عندهمش بلاصه في حياته. العلاقه بينه وبين والديه تقطعات بشكل نهائي، ولكن هادشي ما كانش كيهمه. جوانا مسكينه كانت باقا عايشه العذاب مع منى، ديما الضرب والتهديد حيت كانت عايشه مع ناس ما في قلبهمش الرحمه. غادي يجي واحد النهار وجوانا جالسه كتخمل في الدار حتى طيحت واحد الاكسسوار اللي بسيط، ولكن بالنسبه لمنى كان مهم. منى ما عجبهاش الحال في هاد اللقطه وشدات جوانا وبدات كتضربها، لكن الضرب ديال هاد المره ماشي بحال ديال ديما. النهايه ديال جوانا غادي تكون على يد منى. من بعد يومين نادر مشى عند البوليس ودار بلاغ باللي جوانا هربات من عندهم من الدار وغبر ليها الاثار، وهما ما عارفينش فين مشات. وهنا القانون الخاص بالعاملين في الكويت اعتبر ان جوانا مخالفه للقانون وخصها تشد في اقرب وقت. جوانا كانت موالفه كتواصل مع عائلتها باستمرار، واخا غير 2 المرات ولا 3 في العام، لكن هاد المره دازت عام ما تواصلت معاهم ما صيفطات ليهم فلوس. هادشي اللي خلى عائلتها يحسوا باللي بنتهم واقعه ليها شي حاجه ماشي عاديه. دازت عام على هاد الواقعه ونادر ومنى كثروا عليهم شكايات بخصوص الشيكات اللي بدون رصيد. جا واحد الصباح اللي باتوا ما صبحوا وغادي يغبر لهم الاثار من الكويت، لكن الطوموبيل ديال نادر كانت باقا مباركيه تحت الشقه. مول الشقه دازت 3 شهور والكرا ديالو ما توصلش به، ولكن فاش كان كيشوف الطوموبيل ديال نادر كيحسب له باللي راهما غير في اجازه وغادي يرجعوا. فاش كان كيسول الجيران كيقولوا ليه انهم مده طويله ما بانوا هنا، وهذا الشيء كان باين من الطوموبيل ديالو اللي كانت كامله مغبره. مول الشقه مشى للمحكمه ورفع بهم دعوه باش اما يشد الفلوس ديال الكرا واما يشد الشقه ديالو. المحكمه حكمات ليه انه يستلم الشقه ديالو، داكشي على صيفطوا معاه البوليس باش يهرسوا الباب. البوليس فاش وصلوا استغربوا من كميه الاقفال اللي كان مسدود بها داك الباب،
وهادشي كان متعمد من نادر باش الباب ما يتحلش في مره. المهم فاش هرسوا الباب دخلوا ولقاو الشقه ما فيها حتى شي واحد، وكان باين عليها ما تسكناتش مده طويله. لكن لقاو الفريزر خدام بشكل عادي، او خلينا نقولوا الفريغو باش يفهموا الناس كاملين. مول الشقه فاش مشى حل داك الفريغو غادي يتصدم بداك المنظر اللي شاف، حيت غادي يلقى فيه الجثه ديال جوانا مجمده. البوليس هزوا الجثه وداوها للطب الشرعي باش يحدوا الهويه ديالها. من بعد مطابقه البصمات غادي يكتشفوا رجال الامن ان الجثه هي ديال جوانا الخادمه الفلبينيه اللي سبق نادر ودار ضدها شكايه. تقرير الطب الشرعي قدر يوصل حتى للطريقه كيفاش ماتت بها جوانا. لقاو باللي جوانا ميته هذه اكثر من عام، ولقاو راسها كامل مضروب والجسم ديالها كامل عليه اثار ديال التعذيب. لكن السبب اللي ماتت به جوانا ماشي هو الضرب وماشي هو التعذيب، بل لقاوها انهم حطوها في الفريغو هي باقا عايشه وماتت بداك البروده ديال الفريغو. فاش رجال الامن لقاو الجثه ديال جوانا في الفريغو لقاوها مربوطه من يديها ومن رجليها باش ما تحاولش تقاوم وتخرج من الفريغو، يعني هما تعمدوا يحطوها في الفريغو وهي باقا عايشه. وطبعا المتهمين الرئيسيين في هذه القضيه كان هو نادر ومنى. السلطات فاش داروا عليهم بحث غادي يلقاوهم باللي خرجوا من الكويت هذه 3 شهور فايته، لقاوهم باللي مشاو للبنان ومن بعد دازوا لسوريا باش يعيشوا تما. غادي يتم اعلان الخبر على وسائل الاعلام، غادي توقع ازمه دبلوماسيه كبيره بين الفلبين وبين الكويت. السلطات ديال الكويت خاطبات الانتروبول الدولي باش يتم القبض على نادر وعلى منى ويتم ترحيلهم للكويت باش يتحاكموا هنا. وهذا الخطاب وجهته السلطات ديال الكويت للبنان وسوريا. وفعلا رجال الامن عرفوا باللي نادر ومنى كاينين في سوريا، شدوهم في سوريا وغادي يرحلوهم للبنان، وبعد ذلك غادي يرحلوهم للكويت باش يتحاكموا. فاش بداو التحقيق مع نادر غادي يعترف بكل شيء، وغادي يقول باللي جوانا هرست واحد الحاجه اللي كانت غاليه عند منى. فهنا منى شدات جوانا وبقات كتضربها على راسها حتى غيبات. نادر كان خايف ان جوانا تبلغ عليهم وهما فايت عندهم مشاكل على الشيكات، وهذا الشيء اللي غادي يزيد عليهم مشاكل وقضايا جديده. فكان الحل الوحيد باش يتخلصوا من جوانا هو انهم يربطوا يديها ورجليها ويحطوها في الفريغو. والغريب في الامر ان نادر كيعترف انه في الوقيته اللي كانوا كيحطوا فيها جوانا في الفريغو كانوا عارفينها عايشه. غادي يكملوا حياتهم عادي بحال ما وقع حتى شي حاجه في الشقه اللي كانت محطوطه فيها جوانا في الفريغو. اللي خلاهم يهربوا من الكويت بصفه عامه ماشي الجريمه اللي داروا، لكن القضايا اللي تراكمات عليهم، وهذا الشيء طبعا بسبب النصب والشيكات بدون رصيد. الحكم اللي تحكم في حقهم من دولة الكويت غيابيا هو حكم الإعدام، لكن دولة الفلبين كانت كطالب باش يتم ترحيلهم على دولة الفلبين ويتحاكموا على أرضها، حيث رئيس دولة الفلبين رفض أن منى ونادر يتحاكموا خارج أرض الفلبين. وهذا الشيء اللي دار أزمة دبلوماسية حقيقية بين البلدين. لكن هذه الأزمة ما غاديش تطول وغادي يتحل هذا المشكل اللي وقعت فيها هذه الحادثة. مازال لحد الآن الناس ما كيقدروش يسكنوا فيها فاش كيسمعوا الأخبار. إلا وصلتي معنا حتى لهنايا فراه غادي تكون سالات القصة ديال اليوم. ما تنساوش تخليونا تعليقاتكم على القصة ديال اليوم وعلى المحتوى بصفة عامة. نشوفكم في قصة جديدة.